بيطلب منك الاورلي ريت بتاعك. بمنتهى الصراحه مش فارقه، حط اي حاجه. يعني ما لان انت يعني على المواقع دي كلها بيفرق كتير. محدش بيخش عليه في المواقع دي كلها، زي ما كنت بقول مفيش حد بيخش وبيشوف ايه الاورلي ريت بتاعك كام او كده وبيهايرك من خلاله. هو انت بتخش، انت اللي بتقدم على شغلانه، وبعد كده هو بيشوف، يعني انت على حسب الشغلانه بيشوف السعر اللي انت حاطه. فهنا خلينا نحط اي حاجه، $10. ندوس هنا كده، $10. هنا بيقول لك الاستيميتد اللي انت هترنه. ليه بقى انت حاطط ان انت هتعمل شغلانه ب $10 في الساعه وهو هيديك 9 بس؟ لان ده هنا مكسب ابورك بياخد جزء من الشغلانه عشان هو كوسيط في الموضوع ده كله. ما بياخدهاش قبل الشغل، هو بياخدها بعد ما تخلص الشغلانه، بعد ما فلوس الدفع بياخد 10%. زي ما انتم شايفين من $10 اخد 9، اخد دولار واحد ليه. ماشي. هنا بعد كده عايز معلومات عنك، عايز عنوانك مثلا، ممكن نكتب هنا شارع 199 مثلا، دجلة، آه، معادي، المدينة، القاهرة. هنا المكان، البلد، مصر. زيب كود، ده الاوبشنال مثلا تدخله. ممكن تجيبه من على النت، اكتب زيب كود كايرو وهيطلع لك كل منطقة والزيب كود بتاعها. بعد كده تجيب عنوان بيتك. هيفرق في ايه ولا اي حاجه الصراحه. رقم تليفونك، أو مش رقم تليفوني بالمناسبه. بس خلصت، تدوس سيف اند كونتينيو. كده احنا خلصنا البروفايل بتاعنا. قبل ما نبتدي بقى اي حاجه، هنا الفرق بين مواقع ومواقع. في مواقع بعد ما تخلص البروفايل بتاعك بيتبعت عشان يتعمل ريفيو. يتعمل ريفيو يعني الناس تخش هتتابع وراك، تشوف المعلومات اللي انت كتبتها ديت هي فعلا صح ولا لا. موقع زي اب وورك مش بيدقق في اي حاجه خالص شخصيه تابعه ليك انت، هو بس بيتاكد ان انت الحاجات اللي انت كتبتها ماشيه على قوانين الموقع فقط لا غير. مش بيخش مثلا يراجع وراك ويشوف هل مثلا الاكسبيرينس اللي انت حاططها ديت حقيقيه ولا لا. مش بيخش يشوف مثلا انت الشغل اللي انت عملته ده هل فعلا اللي انت عامله ولا لا. طبعا مش هقول ان دي عيب في اب وورك، لان هو ده طبعا بيتطلب مجهود كبير جدا، بس دي حاجه هو مش بيعملها. فانت هكليك هنا، كليك سبميت ريفيو. وفي مواقع بالمناسبه بتدقق في الحاجات ديت، ودي هنخش نعملها طبعا، هوريها لكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. ودي حاجة كويسة جدا، لأن وكويسة ليك أنت قبل ما تكون كويسة لأي حد، لسبب بسيط جدا. إن ده بيبقى سمعة معروفة على الموقع، إن الناس اللي شغالة في الموقع دوت ناس مضمونة 100% ومتراجع عليهم ومن الموقع نفسه. فده بيدي الموقع تقل، فبيجيب كلاينتس وكلاينتس نظيفة يعني. كلاينتس بتدفع بأرقام عالية أحسن من كلاينتس اللي هو أي حد فبيدفع برقم قليل. هنا برضو زي ما احنا متعودين في معظم مواقع الفريلانسر بيقول لك انت دلوقتي عندك اشتراكين، يا اما اشتراك البيسك اللي ببلاش او اشتراك البلس ب $10 في الشهر. الفرق بينهم ايه؟ انت عندك هنا 60 كونكت في الشهر، وعندك هنا 70 كونكت في الشهر. الكونكت بتعمل بيها ايه؟ الكونكت لو انت عايز تخش تقدم على شغلانه فبتدفع كونكت واحده. طبعا هي بتبقى ما بين كونكت وخمسة كونكت على حسب حجم الشغلانة وهكذا. آه، لو انت طبعا حد عمل لك انفايت، لو انت مثلا حد هنا برضو تيجي فايد بروفايل، لو حد دخل شاف البروفايل بتاعك حلو وان انت اشتغلت شغل قبل كده كويس، بيعمل لك انفيتيشن او دعوة للبروجكت ديت، ساعتها مش ما بيبقاش فيه اي انفايت. او لو انت ري هايرد، لو انت ري هايرد اللي هو انت اشتغلت مع حد قبل كده عجبه شغلك فراح عمل لك ري هاير، انت تعمل نفس الشغلانه تاني، فساعتها برضو مش بتخصم منك اي كونكت. hourly protection بتبقى موجودة في البيسك وموجودة في البلس. hourly protection يعني ان هو انت في نظام كده عاملينه بحيث ان انت بيضمنوا حقك ان انت لو انت شغال بالساعة بتاخد فلوسك فعلا. fixed price protection برضو الكلام دوت معمولة ان انت لو انت برضو حاطط fixed project، مثلا project بتعمل ب $300 رقم ثابت، بتحط مايلستونز زي اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده في موضوع فريلانسر، وكل مايلستون من هنا بتبقى متقسمة وبتحط لها فلوس. الفلوس دي بتدفع قبل ما المايلستون تتعمل. الحاجات بقى الزيادة الموجودة هنا رول اوفر كونكتس، يعني لو انت مثلا خلينا نقول في الشهر ده عندك 70 كونكت في البلس، استخدمت منهم 40، ال 30 بيتنقلوا معاك الشهر الجاي. الكلام ده ما بيحصلش في البيسك.
باي اديشنال كونكتس. لو انت اصلا الكونكتس بتاعتك خلصت لو انت في الاكونت اللي ببلاش ما ينفعش تشتري كونكتس زياده. هنا انت ممكن تشتري كونكتس زياده بدولار على كل كونكت. دي competitor bids. دي حاجة موجودة تقريبا في معظم المواقع. دلوقتي في موضة ومواقع عمالة بتتجه ناحية الاتجاه دوت. لو فاكرين في الفيديو اللي فات في فريلانسر، انت تقدر تشوف وتقارن بين البيد اللي انت حاططها والبيدز بتاعت الناس التانية. هنا مفيش الكلام ده، هو انت بس بتشوف 9 أو 8 أو 7 أو whatever ناس قدموا على الشغلانة ديت. متعرفش هو قدم عليها بكام، متقدرش تشوف وسط، متقدرش تشوف أي حاجة خالص عنه. هنا لو انت اشتركت بلس بتقدر تشوف الحاجات ديت. هل دي ميزة؟ طبعا هتفرق السما من العمى. هل تستحق انت تستثمر $10 من فلوسك شهريا في الموضوع دوت؟ مش دلوقتي. الموضوع اللي هنا في الفريلانس بلس، هو الصراحة الباكج بتاعتهم حلوة جدا جدا، وهتديك كمان ميزة عن كل الناس اللي هي بيسك، لان هتديك ميزة في ان انت تقدر تبد اكتر، وهتديك ميزة في ان انت تقدر تشوف الناس المنافسين ليك البيتس بتاعتهم حاطينها قد ايه وازاي وبكام. فدي ميزه ليك تعليميا، وليك ميزه ان انت ممكن تحط سعر اقل منهم، هتعرف تنافس معاهم، هيبقى عندك معلومات عن المنافسين بتاعك. ودي اي حد في البيزنس او في السيلز عارف ان دي ميزه لا غنى عنها. في الاول انت مش محتاج الكلام ده قوي، يعني في الاول لو انت لسه بادي 60 كونكت عليك في الشهر كفايه. خدها كده او امشي على الطريقه ديت، لما تطلع ال $10 في الشهر، يعني انت عملت شغل بيكفيك $10 في الشهر، ساعتها ابجريد للاكونت البلس، وساعتها شوف ساعتها لو انت فعلا استفدت ولا لا. بس مفيش داعي تخش تشترك في اكونت بلس وفي اخر الشهر او في اخر شهرين ما تعملش اي شغلانه ولا حتى شغلانه واحده، وتبقى دفعت 20 او $10 من جيبك على الفاضي. فاحنا هندوس هنا بيسك، ودي كانت اخر خطوه ان احنا نشغل الاكونت بتاعنا. دلوقتي في حاجه هنا احنا عايزين نركز عليها، شايفين ديت؟ احنا الاكونت بتاعك كامل 40%، انا عايزك تكمل الاكونت بتاعك 100%. الاكونت بتاعي هنا مش كامل 40% عشان هي نفس الحاجات اللي انا كانت اوبشن اللي انا ما حطيتهاش قبل كده، هو بس عايزك تكملها. هيفرق معاك ان انت تبتدي تعمل شغل؟ لا. بس هل هيفرق معاك وانت بتقدم في الشغل؟ طبعا. ما تعرفش مين من الكلاينت عايز حاجة معينة يعرفها عنك ايه. مش هتخسر حاجة، كل اللي هتاخده منك فاهم نص ساعة من يومك مرة واحدة ان انت تكمل البروفايل بتاعك. كمله، خلصه، وخش وانساه بعد كده وخش في اللي بعده. هنا دي البيج بتاعت الرئيسية بتاعتك اول ما تخلص الاكونت بتاعك. عندك هنا في الاول find work، ده المكان اللي انت بتجيب منه شغل بناء على السكيلز اللي انت حاططها. الراجل ده بيطلع لك فيد زي ما انتم شايفين كده، في كل انواع الشغل اللي انت ممكن تلاقيها، ترجمة من فرنش عربي، فرنش عربي. فاكرين الحاجات اللي احنا حطيناها مهاراتنا وكده؟ على حسب مهاراتك بيطلع لك شغل متفصل عليك. بعد كده عندك ماي جوبز، دي التاب اللي انت بتخش عليه لما انت بيبقى عندك شغل انت اخدته وعايز تشوف الشغل الموجود ايه، لو انت شغال على كذا بروجكت او بيطلع كل موجود. مسجز، دي المسج اللي انت بتجيلك من الناس التانية، وريبورتس دي الريبورتس اللي بتبعت لك من ابورك. هنا طبعا تحت تاب الفايند ورك عندك هنا فايند جوبز، تدوس هنا لما انت عايز الفيد يطلع لك. سيف جوبز، دي شغلانه لو انت شفتها وعجبتك هتكليك على حاجه اوريها لك، هتسيف الجوب دي بعدين. proposals، دي proposal اللي انت بعتها للناس ولسه مستنيه رد. بروفايل، ده تخش هنا على البروفايل بتاعك انت اللي هو دوت، تخش تعدل عليه لو عايز او تخش تشوفه. ماي ستاتس، انت تخش هنا تشوف بقى الفلوس والكلام ده كله موجود هنا في ماي ستاتس. تاست، دي التاست اللي انت بتاخدها، التاست برضه زي لو انت فاكرين في الفيديو اللي فات. في فريلانسر في تاست ممكن تخش تاخدها عشان في شغلانات معينة ما ينفعش اصلا تقدم عليها من غير التاست ديت. بالمناسبة يا جماعة مش هتفرق خالص لو انت دخلت اخدت التست، دي مش هي دي اللي هتبقى الحاجة الرهيبة اللي انت هتفرقك عن حد تاني ان هو يخش يهايرك عشان انت اخدت 5 تستات وبقيت مثلا PHP ليفل 5 او بقيت مترجم ليفل 7 او كده. ان التست دي بفلوس، فلوسك ديت اولى لحاجات تانية. بس ده كده التاب اللي فوق. بعد كده هنا البروبوزلز، هنا انت بعت كام بروبوزل وبقي لك كام كونكت متبقي، ال 60 كونكت اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده.
داونلود تايم تراكر، لو انت ناوي تشتغل بالساعة ده اساسي. هتنزل تايم تراكر سهل جدا، برنامج بسيط ما فيهوش اي شرح، هو هيطلع لك حاجات كده على الجنب زي ديت، تاخدك واحدة واحدة تقول لك تعمل ايه. بس هو كده في السريع، هو برنامج موجود عشان لو انت اشتغلت على شغلانة بالساعة، او ما بتدوس ستارت بيبتدي يحسب ان انت اشتغلت، بيحسب كمية الوقت اللي انت اشتغلت في اليوم عشان لما يجي يحاسبك. دي حاجة كده تول معمولة لأب وورك عشان يضمن لك حقك بيها مش اكتر، وانت تعرف انت اشتغلت قد ايه والكلاينت يعرف هو انت اشتغلت قد ايه بس. براوز فريلانسرز وهايرنج هيد كوارترز، ده الحاجات ديت موجوده للناس اللي عايزه تهاير ناس او للناس اللي عايزه ناس تشتغل لها. هنا الكاتيجوريز احنا فاكرين في الاول اخترنا حاجتين، الجنرال ترانسليشن الترجمه العامه، وتكنيكال ترانسليشن الترجمه التكنيكال. ممكن تأدت الكاتيجوريز بتاعتك هنا، تزود حاجات تشيل حاجات تنقص حاجات. تعالوا نشوف بقى الايه الاساس الشغل. ماشي، تعالوا نشوف مثلا هنا الكلاينت دوت هنا من بره كده. الراجل ده اول حاجه لو تفتكروا في الفيديو اللي فات، اهم حاجه احنا مش عايزين يا جماعه يتنصب علينا. احنا فريلانسرز مش شغالين جايين نشتغل ببلاش، احنا ولا جايين نتنصب علينا، احنا جايين هنا عشان عايزين الدنيا تبقى اسهل، مش عايزين نعمل مشاكل لنفسنا. مش عايز تحشي مشاكل، مش عايز تنصب عليك، عايز تضمن حقك، عايز اعمل ريسيرش بتاعك. وزي ما تشوف دلوقتي الريسيرش بتاعك بسيط جدا جدا جدا. انت عندك حد زي ده وعندك حد زي ده. ماشي، الراجل ده واخد تقريبا 5 نجوم على 9 ريفيوهات. يعني الراجل ده اشتغل مع 9 بني ادمين قبليك ودفع لهم كلهم فلوسهم، بدليل ان هو واخد تقريبا 5 نجوم. الراجل ده كل واحد اشتغل معاه فلوسه اخدها وفي الوقت. عرفنا منين ان هم الناس ديت اديله تقييم عالي جدا. ماشي، فده راجل احتمالات عالية جدا 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 ان الراجل ده راجل محترم مش هينصب عليا. فده حد انا احب اتعامل معاه جدا. ماشي، من الناحية التانية أنا عندي حد زي كده، الراجل ده ما اشتغلش مع أي حد خالص، أول مرة يشتغل. هل ده معناه إن هو وحش وينصب عليك؟ لا طبعا خالص. بس أنا فرصي أحسن مع الراجل اللي زي ده. ماشي، دي بقى هنا تعتمد عليك. هل أنا أقدر أستحمل وريسك إن أنا أشتغل مع حد زي كده؟ ماشي، في ناس عندهاش الأوبشن ده أصلا. بس هل ده هيوقفني؟ طبعا لا. هو زي ما انتم شايفين هنا، انت في هتلاقي ناس كتيرة عندها اصلا ريفيوز، عندها ريفيوز محترمة. ماشي، هنا اهو يعني الراجل ده مثلا عنده 63 ريفيو. ماشي، وفي ناس كمان ما عندهاش. من باب الاحتياط ومش من قلة الناس يعني اللي عندها ريفيوز، انا انصح جدا مش تتعامل مع الناس ديت فقط. ماشي، بس لو انت لقيت شغلانه مثلا خلاص انت هتموت عليها وعايزها والمكسب فيها عالي ومش كده، هنعمل ايه؟ هنخش واحده واحده وهنشوف البوست كده ونفصصها ونفهم الراجل ده عايز ايه ومش عايز ايه. وبرضه بعد ما نعمل الكلام ده كله، هو احنا مش هناخدها ايه بالحب، مش هناخدها اللي هو باحساسي انا حاسس ان هو مش نصب لنا. اقول لك تعمل إيه دلوقتي بالظبط. انت دلوقتي دخلت شفت الشغلانه، خلينا نقول مثلا شفت $750 واتجننت، انا عايز $700 دلوقتي دولت يعني، خلاص مش هينفع. دخلت شفت معلومات عن الكلاينت، الراجل من ايطاليا، من جنوة. الراجل ده حاطط شغل لغايه دلوقتي شغلتين، مفيش ولا واحده منهم لسه خلصت. والراجل ده ممبر من سبتمبر، من 10 سبتمبر. في 56 واحد قدموا على الشغلانه، لغايه دلوقتي ما عملش ولا واحد منهم انترفيو. فدي كل المعلومات اللي احنا نقدر نجيبها على الكلاينت. هل دي عرفتنا اي حاجه؟ لا. هو الراجل ده كاتب هنا ان هو عايز مترجم من انجليزي لعربي، وعايز فويس اوفر بروفيشنال، يعني كمان بعد ما ترجم له من انجليزي لعربي هو عايز الراجل يخش ما هيسجل صوت ويكون بروفيشنال في الموضوع دوت. عشان كده طبعا الرقم البادجت عاليه. عايز ان انت تترجم 61 sentences from middle school textbooks، عايز تترجم 61 كتاب من كتب الثانوية، 41 منهم من science to biology textbook، وباقي من geography textbook. voice over لازم يكون delivered في MP3 format. best regards Google. ماشي، دلوقتي في حاجات ممكن نعملها كده عشان نعرف الباك جراوند بتاعت الراجل دوت. ماشي، بس مش يعني ايه بتاخد مننا وقت طويل. في حاجات كده ندور عليها هنا زي الزرار اللي انا وقفت عليه. الراجل ده verified payment method with Upwork، ودي حاجه كويسه. الراجل ده عمل ايه؟ يعني الراجل ده دخل وحط كريدت كارد مع Upwork، وابورك دخلت فحصت الكريدت كارد دوت بطريقه كده
دي حاجه كده على جنب بس اقول لكم يعني عموما الناس بتعملها ازاي، والبنوك وي بيعمل حاجه اسمها تيست بدولار واحد، بياخد منه دولار، بيسحب منه دولار، الدولار ده بيعرفه القيمه الموجوده في الحساب، وبعد كده بيرجع له الدولار ده تاني. ماشي. لو انت عموما لو انت راجل بتهاير ناس وعايز تفيريفاي البيمنت بتاعتك، هتلاقي ان انت عندك الدولار اللي اتسحب وبعدين الدولار رجع لك تاني على فاتورتك في الكريدت كارد. فعموما الراجل ده دخل وفيريفايد من اب وورك، والراجل ده بيقول لك لا ده معاه كريدت كارد، يعني احنا كده عارفين ان هو الراجل ده معاه فلوس ان هو يدفع. لسه برضه مش ضامنين 100% ان هو يدفع. هنعمل ايه عشان نضمن 100% ان هو يدفع؟ بعد ما نخلص بتاعنا بروبوزال هنخش هنا سبميت بروبوزال. طبعا دي برضه هقول لكم ليه هي مقفوله. هنخلص هنكتب البروبوزال بتاعنا، هنخلص كل حاجه، واحنا بنتكلم مع الراجل ده هنطلب منه ديبوزيت، هنطلب منه مقدم، هنطلب منه يعني اعتبر نفسك كده زي ما قلتها في المثال اللي فات، اعتبر ان انت سمسار، انت بتطلب منه عربون. ليه عربون؟ حق. انت راجل دلوقتي هو ممكن ياخد الشغل دوت ماشي وتسلم كل حاجه وكده وما تشوفوش تاني. ماشي. فانت تطلب منه عربون، وعربون صغير جدا. انت مش يعني انت لو بادجت 750 وانت مقدم على 750 كلها، اطلب منه $50 بس. انت هنا الهدف من العربون ده حاجه واحده بس، انت عايز تضمن الراجل ده فعلا عنده استعداد ان هو يطلع فلوس من الكريدت كارد الحلو بتاعه ده اللي اب وورك ضمنته للكريدت كارد او حسابك انت. بس هو ده اللي كنت عايز كل ده هو ده اللي كنت عايز تعرفه، مش عايز اكتر من كده. دعت لك الديبوزيت $50، رحت انت سلمته جزء من الشغل، ركز في الكلمه دي، جزء من الشغل مش الشغل كله. خلصت حاجه، انت عندك هنا 61 سنسز، خلصت منهم 10، ابعت له 10. ماشي. بعد ما تخلص ال 10 دولار ابعت له 10 تانيين، بعد كده ابعت له 10 تانيين و10 تانيين. بس خلص 10 وتحاسب على 10، خلص 10 وتحاسب على 10، وهكذا. منها الراجل بيطمن ان هو شغله بيستلمه وهكذا، ومنها انت تضمن ان فلوسك بتجيلك. دي اسهل واضمن واحسن طريقه ان حد يشتغل بيها. المشكله اللي انا هتقابلك ان في ناس مش هترضى تشتغل الموضوع ده، ما هو برضه هيقول لك طب والله طب انا مش عرفني، ما انت ممكن تاخد فلوس وتجري. ماشي. فهنا تيجي حته ان انت تشتغل مع كلاينتس عندهم ريفيوز، دي احسن في الاول. ماشي. محدش هيقول لك تاخد فلوسي وتجري بعد كده لما انت يبقى عندك ريفيوز كتير، لان انت هتبقى معروف برضه ان انت راجل بتسلم الشغل، ومفيش حد هيريسك او يجاسف بالاكونت بتاعه اللي عليه مثلا 15 16 ريفيو انه يروح منه عشان شغلانه واحده على $50 ولا $60. الريفيوز بتسهل الموضوع ده جدا يا جماعه، يعني زي ما هي هتسهل على الراجل اللي احنا شفناه دوت مثلا، ان حد مثلا او حد زينا كده او ناس كتير تقدم على الشغلانه بتاعته عشان هو عنده ريفيوز محترمه. في نفس الوقت برضه ده هيسهل على الناس التانية اللي زي كده ان هي تيجي تطلع لك فلوس، وانت عندك برضه ايه ريفيوز محترمه. اب وورك بسيط جدا في الشغل وفي الحاجات ديت، مش معقد زي الفريلانسر، ما فيهوش لفات ودورانات كتير. انا عايز اقول لك احنا كده تقريبا لمينا اب وورك كله، باستثناء حاجه واحده بس، الحاجه اللي انا قلت لكم ان انا اوريها لكم. انا دلوقتي ما اقدرش اقدم على شغل. ليه؟ فاكرين ان انا بعت الريفيو؟ ماشي. الريفيو دوت انا لغايه ما اخد اوكي من اب وورك، واللي هو بياخد ما بين 24 و 48 ساعه، مش هعرف ابوست اي شغلانه، مش عارف اقدم على اي شغلانه خالص، لغايه ما يشوفوا الريفيو البروفايل بتاعي ويتاكدوا ان كل حاجه فيه تمام. مش واللي هي ما بتعديش 24 ساعه عموما، بس في اسوء افرض 48 ساعه، لغايه ما تاخد الاوكي منهم، ساعتها تقدر تقدم على شغل. بس كده. مفيش اي حاجه تانية محتاج تعرفها عن اب وورك موقع بسيط جدا 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 فوق ما تتخيلوا. ماشي. ما فيهوش العقد ولا فيه اللف والدوران. الشغل عليه حلو. سمعته كويسة. مشكلته بس ان الموقع نفسه فيه حاجات تكنيكال من عندهم هم، موقع بيهنج احيانا، بيبقى فيه حاجات بايظة وهكذا، عشان هو بس موقع جديد. مع الوقت المشاكل دي كلها هتتحل. الموقع زي ما انتم شايفين نظيف جدا، سهل جدا التعامل معاه، على عكس فريلانسر انا اخدت يعني وقت طويل عشان اشرح فيه حاجات ولفات وهنا ومش عارف ايه. الموقع ده فعلا بسيط ما فيهوش. بس انا عن نفسي افضل فريلانسر لسبب واحد بس، ليه؟ عشان انا اقدر اشوف شغل الناس التانية واشوف هم حاطين ببيدز بكام واقدر انافسهم في الاسعار ديت. هنا انا ما اقدرش بالاكونت اللي ببلاش. بس كده. ده الشرح بتاع موقع اب وورك. الشرح الجاي هيبقى على اكتر موقع بحبه في العالم، اسمه people per hour. الموقع ده موقعي المفضل، فهيبقى فيه شرح مطول جدا عنه الفيديو اللي جاي. شكرا استمعوا ان انتوا سمعتوني. شكرا للناس اللي سبسكرايب، شكرا للناس اللي لايك، شكرا للناس اللي دخلت على البيج وعملت لايك. زوروا البيج بتاعتنا، سبسكرايب ولايك، واستنوا الفيديو الجاي.